قتل قريب، وانهم اكيد هيقتلونا احنا كمان. وبيقول لها انه زعلان جدا انهم مش هيسافروا ويبقوا مع بعض زي ما خططوا، بس جوسي بتقوله انهم لسه عايشين وما ماتوش، وبتقوله انها عندها خطه وانه لازم يعمل زي ما هتقوله. وبتفضل تتكلم معاهم وتشتت انتباههم، وتقول لهم انهم اكيد فشل عشان كده جايين يسرقوا مركز تصوف. وبعدها بتعرض عليهم انها تبقى شريكتهم ويسرقوا الحاجات الغاليه وتمشي معاهم. وفعلا الحراميه بيبداوا يلموا كل الحاجات الغاليه اللي في المكان، وجوسي بتبقى معاهم، وجيمي بيكون بيتفرج عليهم ومستني يعرف ايه الخطه، لحد ما بيلاقيها لبست وواخده الحاجات اللي سرقوها وماشيه معاهم. وبيتضايق وبيقول لها انهم حراميه ومجرمين ازاي هتمشي معاهم، بس ما بتديلوش اهتمام وبتصمم تمشي معاهم. ولما بتخرج معاهم بيحطوا كل الحاجات اللي سرقوها في العربيه، بس فجاه بتركب العربيه وبتهرب بيها. والحراميه بيدخلوا متجر لجيمي تاني، بس جيمي بيكون محضر بندقيه عشان يدافع عن نفسه، وبيفضل يضرب عليهم نار لحد ما بيسلموا نفسهم وبيربطهم. وجوسي بترجع وبتمشي تاني مع جيمي، وبيسيبوا الحراميه مربوطين عشان